نظمت كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومجموعة من الهيئات المهنية عن قطاع النقل المدرسي يوما دراسيا حول سلامة النقل المدرسي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار تدعيم استراتيجية التربوية المندمجة الهادفة إلى ضمان سلامة أفضل في الوسط المدرسي وحث جميع المتداخلين في المنظومة التربوية على تكثيف الجهود من أجل توفير الشروط الملائمة لضمان سلامة. ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى توعية مسيري المؤسسات التعليمية بأهمية توفير شروط وتجهيزات السلامة في وسائل النقل المدرسي وحث التربويين بالمؤسسات التعليمية على اتخاذ مختلف التدابير التقنية والبيداغوجية اللازمة من أجل ضمان شروط السلامة للأطفال. ولما كنستحضروا المخاطر ديال الطريق، لا سيما ان هذه السيارات كتحرك 4 المرات في النهار باش تاخذ الاطفال ذهابا وايابا من المنازل ديالهم. كذلك كنستحضروا الاهميه ديال التحسيس ديال السواق ديال هذه السيارات هذه باحترام قانون السير والسهر على صحه وسلامه الاطفال. هذا اليوم الدراسي بتوقيع 5 اتفاقيات شراكة وتعاون بين كل من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والهيئات المهنية العاملة في مجال التعليم الخصوصي، وذلك من أجل إعطاء الانطلاقة لقافلة التوعية والتحسيس لفائدة السائقين المهنيين العاملين في مجال النقل المدرسي والتي ستجوب كل مناطق المملكة.